السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات في الدنيا؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى مفكركم شوية بأيام رمضان واللمة الحلوة والحاجات الجميلة والروايح الحلوة. تعالوا بقى ما نعمل شوية أحلى حلويات كده، أنواع حلويات حلوة أوي كلنا بنحبها. زي ايه؟ زي البسبوسة. زي ما انتم شايفين كده ممكن نعمل البسبوسة دي، بصوا، بأشكال كتير وبأطعمة كتير. ممكن تعمليها كده بجوز الهند، ممكن تعمليها بالمكسرات. تضيفي عليها اي حاجه انت بتحبيها، تعمليها بصوص الشوكولاته، تزينيها في الاخر بصوص الشوكولاته، شوكولاته بيضاء، شوكولاته سمراء. فالحاجات دي بتبقى حلوه قوي وبتخلي الاطفال كده تاكل الحاجات كده. هتقولي لي بقى إيه ما بنعملش حلويات في الايام العاديه؟ لا، بنعمل في الايام العاديه، بس ممكن تعملي كل فتره. ممكن تكسلي وهتجيبها من بره. ممكن تشتري حلويات يعني من بره. لكن في شهر رمضان بالذات بتحبي ان انت تعملي الحاجه كده بايدك، بتلاقي لها طعم تاني. ممكن كل يوم تعملي طبق كده جنب الاكل. لازم بعد ما بتاكلوا كده تاكلي حاجه حلوه مسكره، حتى لو كانت كميه بسيطه جدا، بس المهم بترتاحي كده لما تعملي نوع من الحلويات. قولوا لي كده في التعليقات، مين اللي زي كده في شهر رمضان يحب يعمل طبق كل يوم على قد ما تقدروا؟ ممكن تعملي مهلبيه، ممكن تعملي بسبوسه، ممكن تعملي كنافه، جلاش. الحلويات الجميله قوي دي، الحلوه دي، اللي احنا بتفكرنا بايام ايه؟ بايام رمضان. فاضل قد ايه على فكره بالمناسبه على شهر رمضان؟ الشهر الجميل، الشهر اللي نفسي طول السنة يبقى رمضان. 178 يوم. بصوا يا جماعة بحسب ازاي، فاضل 178 يوم ان شاء الله. بصوا كده بقى ايه، هتقولي لي بقى ايه؟ تعالوا اما اقول لكم كده على المكونات بسرعه بسرعه بتاعه البسبوسه. طبعا سيحنا سمنه. بتحطي كميه السمنه، ممكن تحطي كوبايه من السمن، كوبايه زبادي، بتحطي كوبايه من اللبن، بتحطي كيس بيكنج باودر، بتحطي فانيليا، ممكن تحطي 4 اكياس فانيليا، بتدي ريحه حلوه قوي، مفيش اي مشكله. كل ما بتكتري في الفانيليا على فكره بتخلي ليها ريحه كده جميله. وهتلاقي اصلا على الكيس بتاع البسبوسه مكتوب كل الحاجات اللي موجوده في الكيس. لا طبعا، انا بحب احط كل الحاجات دي، حتى لو كانت الحاجات ان موجود في المكونات بيكنج باودر وفانيليا والحاجات دي ما تحطهاش، لا انا بحطها تاني. لان انا جربت قبل كده كل الحاجات اللي على الكيس دي وما طلعتش حلوه زي ما انا بعمل كده. تحطوا الكيس البيكنج باودر، بتحطوا الفانيليا، بتحطوا كل المكونات بتاعتكم عادي خالص. وان عوزتي بقى تزودي سمنه، عايزه تزودي شويه ميه، عايزه تحطي لبن، عايزه تحطي كمان كوبايه زبادي، مفيش اي مشكله. كل الحاجات دي حلوه قوي، بتخلي البسبوسه قوامها حلو جدا جدا. هتقولي لي بقى القوام بيبقى عامل ازاي؟ ولا تخليه خفيف ولا تخليه تقيل قوي، خليه في المتوسط، ولا خفيف ولا تقيل، وهتشوفوا دلوقتي. وطبعا هحط معلقتين كبار كده من السمنه في الصينيه، وبعد كده ايه، تمسكون بقى ايه، تدهين الصينيه كلها سمنه من الجوانب بقى ومن قاع الصينيه، علشان كده كل السمنه كده تتغامر مع البسبوسه بعد ما بتستوي، بتبقى شكلها تحفه. وبتبقى كده مليانه سمنه، وسمنه ايه؟ سمنه بلدي يا جماعه، او سمنه من اللي هي العلب، زي ما موجوده عندك او متاح عندك اعملي. بسبوسه بالسمنه البلدي. كده خلاص اهوت، بالفرشايه كده بتدهني كل الصينيه كده بالفرشايه سمنه، وبعد كده بتنزلي بكميه الخليط. بصراحه كانت احلى صينيه بسبوسه، تحفه تحفه. زينتها بايه؟ زينتها بالسوداني. ممكن تعملي بقى ايه؟ بالعين الجمل، بالجوز، بكل الحاجات الحلوه اللي انت بتحبها اعمليها. بجوز الهند، بتحطي مكسرات، زبيب، بتحطي التشكيله اللي هي بتاعه المكسرات، مفيش اي مشكله، اللي انت حباه حطيه. كده خلاص نزلت بالقوام اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده يكون انت مسخنه الفرن، يكون الفرن بتاعك جاهز، وتدخلي ايه، الصينيه في الفرن. زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بالمعجون كله كده، بالمكونات كلها كده في قلب الصينيه. قولوا لي بقى كده في التعليقات، مين بيحب كده كل يوم يعمل له طبق حلويات كده جنب الاكل؟ ومين اللي بيحب يشتري حلويات من بره وما بيحبش يتعب نفسه، ما بتحبش تتعب نفسها؟ قولوا لي برضو. على فكرة في ناس بتحب تعمل الحلويات موت موت. بس المكونات جميلة والقوام حلو قوي. بتمسكي بقى الصينية كده شمال ويمين، شمال ويمين، تخلي كل المكونات دي كلها تيجي كده متساوية في الصينية. ولازم تكون كده ايه، البسبوسة المكونات بتاعتها كده متماسكة، وفي نفس الوقت تكون كل حاجة متساوية. بصوا، بتمسكوا الصينية تخبطوها خبطتين في الأرض بعد ما توزعوها كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده تدخليها بقى في الفرن. يا جماله يا جماله. بصوا، بعد التسوية كانت تحفة، حلو قوي. بصوا كده، انتوا بتمسكوا الصينيه تخبطوها خبطتين اهي، بصوا بتبقى متساويه وبتبقى جميله جدا. بصوا بقى الجمال. وحطيت السوداني، حطيت السوداني قبل التسويه طبعا. بصوا، همسكها بقى اقطعها، وبكون عامله الشربات. الشربات طبعا احنا عارفينه، كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، عصره ليمونه، كيس فانيليا،
بيبقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك احلى شربات. وتسيبيه شويه على النار يغلي كده لمده 10 دقايق او ربع ساعه، فبيتقل معاكي وبيبقى كويس. عايزاه تحبي تقيل قوي سيبيه شويه، عايزاه زي ما انتوا شايفين كده متوسط مفيش اي مشكله. كده البسبوسه الجميله اللي زي العسل ومسكتها قطعتها، بصوا قربها لكم الكاميرا بالظبط زي بتاعه المحلات بالظبط. ايه رايكم بقى؟ إيه رايكم في الجمال كده والحلاوه؟ بجد كانت حلوه قوي، خطيره خطيره اهو. ولما تحطي بقى على الشربات كده كيس فانيليا بيدي ريحه حلوه جدا جدا. فكركم بقى في ايام رمضان وكوبايات رمضان بقى والشفاشق بقى والايه، حاجه كده مية مية اهو. والمعالق الصغننه كده، بعمل بقى لكل واحد كده طبق ومعلقه صغيره عشان يفرحوا. تعالوا بقى على النوع التاني، هنعمل ايه؟ هنعمل جلاش. الجلاش كده بتعملي رولات، ايه تعملي مثلثات تفرديه في الصينيه وتعملي مثلثات. ممكن تقطعيه برضه شكل المربع زي ما انت عايزه اعمله. بس بصراحه الشكل اللي انا وصلت له ولادي بياكلوه ما بيسيبوش منه حاجه وبيحبوه بالشكل ده، اللي هو الرول اللي هو الجلاش كده. سهل جدا. بتعملي الطبقه بتاعت الجلاش طبقتين على بعض، وبتحطي الحشو بتعصيها كده سمن، تدهنيها سمنه كده الورقه نفسها. كل ما تدهني سمنه على فكره بتطلع مورقه معاكي، وبتلاقي كل رق كده بصوا مقرمش وجميل، والسمنه كده محمره الجلاش بتخليها حلوه قوي. وزي ما انتوا شايفين كده بصوا من فوق بقى كده، زي ما انتوا شايفين بعد ما خلصنا خالص مسكنا كده بقى السمنه اهو من على الوش. لو بالفرشايه بيبقى اسهل واجمل كمان اهو. بصوا بقى بعد التسويه، بجد الجلاش على فكره بيخش تسويه في ثانيه، بتلاقوا بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الجلاش استوى في ثانيه. كده بقى انا كنت عامله ايه؟ عامله صينيه كنافه كمان، كنافه بالمكسرات اه. كنافه بالمكسرات بتعملي ايه؟ بتمسكي الكنافه كده ايه، تقطعيها كده بايديكي لحد ما تبقى تتفتت خالص. والاحسن لما يكون طالعه من الفريزر على فكره بتديكي نتيجه حلوه قوي. وبتدهني الصينيه من تحت سمنه كتير، وبعد كده بتنزلي بكميه الكنافه الطبقه الاولانيه، وطبعا طبقه الكنافه دي كلها بتبقى سمنه. وبعد كده بتنزلي بقى بالمكسرات، جوز الهند والزبيب والسوداني، وبتروحي رشه تاني سمنه من النص، وحاطه الطبقه التانية طبعا مدهونه برضو من السمنه. وبتتك عليها كده بصينيه كمان اصغر من الصينيه اللي موجوده عشان تبقى متماسكه كده، وتلاقي الخرطه بخرطتها. وبعد كده بتدخلها في الفرن بتستوي. وبعد ما تستوي كده بتروحي جايه نازله عليها بالشربات. وعلى فكره الكنافه لازم حاجه من الاتنين تكون سخنه، لا الكنافه تكون سخنه لا الشربات يكون سخن. يعني لازم يكون حاجه بارده مع حاجه سخنه، ما ينفعش الاتنين سخنين عشان ما يتعجنوش كده زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا احلى صينيه كنافه واحلى صينيه جلاش، بجد بجد طعمها لذيذ وتحفة تحفة تحفة اهو. تعملها بقى مثلثات مربعات، بس انا بحب على قد ما اقدر اخلي شكل التقطيع شكله حلو عشان يخلي اولادي ياكلوها كده وتبقى طعمها حلو كده وفرحانين ومبسوطين. عملتها لهم كده زي تقطيع البيتزا بالظبط اهو. تعملها على شكل مثلثات بتبقى جميلة كده وحلو. والا الجلاش، الجلاش كان تحفة تحفة بجد يا جماعة. ليه؟ لانه مورق زي ما قلت لكم، كل طبقة فيها سمنة كتير وحاطة فيها المكسرات. وطبعا المكسرات لازم تكسري كده السوداني ما تخلوش صحيح علشان يبقى طعمه حلو كده ومتفرول وجميل. وشويه كنافه كده، يعني تمسكي شويه كنافه تفركيهم، وبعدين معاهم شويه سوداني مطحونين وشويه سكر. وتروحي جايه بقى ايه عامله الحشو بتاع الجلاش. ممكن تحطي شويه زبيب، تحطي جوز الهند، كل الحاجات الحلوه دي بتكون جميله. بصوا على الجمال. ايه رايكم بقى في الجمال؟ رمضان ولا مش رمضان؟ تحفه يا جماعه. بصوا اصلا العسل حاجه كده فاخر من الاخر، احلى صوان. وايه رايكم بقى؟ لازم اوريكم الترابيزه في الاخر. كده خلاص بقى، تعالوا ما نعمل اخر حاجه بقى معانا ايه. هنعمل الكنافه زي ما بيقولوا ايه بالكريمه او بالمهلبيه، حاجه كده تحفه، حاجه كده بص بيقولوا ايه يعني مش عارفه اوصل لكم كده بالصينيه ديت في حته. بصوا الصينيه دي في حته تانية خالص. بصوا ما بتعملوا بقى بالكنافه كده زي ما بيقولوا ايه بالقشطه، بالقشطه بالكريمه. بتعملي ايه؟ بتحطي كوبايتين لبن كبار، معاهم كوبايتين صغيرين نشا، طبعا كله على البارد الاول. وكوبايتين من السكر او كوبايه واحده من السكر، المهم ان يكون السكر بتاعك ما يكونش مسكر قوي لانك لسه هتسقيها بالعسل، فما تكتريش السكر في الكريمه اللي انت بتعمليها دي. وبعد كده بتمسكيهم تقلبيهم لحد ما يديك القوام زي المهلبيه، بس ما يكونش تقيله قوي، تكون برده متوسطه. بصوا القوام اللي انتوا شايفينه ده. ولبن كتير، ما تحطيش ميه خالص، بتبقى طعمها جميل جدا جدا. وبعد كده بقى ايه بسيح السمنه زي ما انتم شايفين عشان اعمل بقى صينيه الايه الكنافه. بصوا بوريكم القوام اهو بتاع القشطه، على فكره والله مش مهلبيه، ده حاجه تانية خالص، حاجه جمال الجمال. وحاطين كده زي ما انتم شايفين قطعتين من السمنه عشان تبقى طعم الكريمه اللي في النص كده قشطه قشطه. كده خلاص اهو بدهن الصينيه سمنه
سمنه بلدي. وبعد كده بحط الطبقه الاولانيه من الكنافه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا الكنافه بنمسكها بايدينا خالص نخليها تتفتت خالص. وعلى فكره كانت ناجحه جدا جدا لان انا كنت مطلعاها من الفريزر اهوت. بصوا حاطه سمنه كتير اهوت. بنزل بالطبقه الاولانيه من الكنافه كده، وكل ما بلاقي حته ماسكه ببعضها اهوت بفتفتها خالص اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى ايه، بمسك الطبقه الاولانيه دي بضغط عليها كده بصينيه. وبعد ما بضغط بالصينيه كده زي ما انتم شايفين بنزل ايه بكميه الكريمه في النص. وبالراحه بقى، ما تخليش، بصوا بقى اهم حاجه في نجاح صينيه الكنافه بالكريمه دي، ما تخليش الكريمه خارجه لبره، خليها كلها في النص. ما تخليش على الاحراف. ليه؟ لان لما بتستوي الكريمه دي بتخرج لبره، فهتخليك الصينيه شكلها مش حلو، وهتبقى باظه لبره كده، فمش هتبقى حلو. فحاولي بقدر الامكان الحروف كلها كده بتاعه الصينيه تبقى الكريمه في النص، ما تبقاش بره كده. خلاص اهوت بنحط الطبقات كده زي ما انتم شايفين كده، بوزعها في كل حته عشان ما يبقاش فيه طبقه خفيفه وطبقه تقيله، لازم كله يبقى قد بعضه. وبعد كده بنزل بشويه من السمنه، وبعد كده بالكريمه كده. وبعد ما حطيت طبقه الكريمه بنزل تاني بروح حط طبقه تانية من الكنافه. وبعدين اروح ضغطه بالصينيه زي ما انتم شايفين، بنجيب صينيه صغيره شويه علشان يبقى بصوا متماسكه متماسكه، ما تبقاش مفرفته كده ومش حلو. كل ما بتضغط عليها بصينيه او بطبق كده فبتبقى حلو. بصوا هنزل بقى بالكميه اهو بتاعه الكريمه في النص بالظبط. يعني هحاول بقدر الامكان ان ما اخليش كل الكريمه دي تخرج بره، او القشطه او المهلبيه زي ما بتسموه. صينيه بقى كنافه بالقشطه، كنافه بالمهلبيه، زي ما انتوا عايزين بالكريمه. لان هي كلها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كلها قشطه اصلا، من السمنه البلدي واللبن البخير الجميل اللي هو الفلاحي العادي، مش اللي هو بيبقى متعبي ده. كده بنزل بقى اهوت بالطبقه التانية من الكنافه، وحاولي بقدر الامكان كده تسويها. كل ما تخلي الحاجه متساويه بتكون معاكي ناجحه وحلوه. بصوا بالراحه كده بالصينيه، وما تضغطيش قوي برضو، انا بس بنحاول ان احنا نسويها. وبعد كده بنحط سمنه على الوش وندخلها بقى في الفرن. وهوريكم بقى على الجمال، جمال الجمال بجد. والله زي ما قلت لكم اصلا الكاميرا بتاعتي ظالمه الحلويات، لان لو كاميرا كده حلوه كده فهتخليكم الحاجه تجيبها لكم على الطبيعه، على الطبيعه يعني كده. بصوا حاجه 10/10. وطبعا العسل، عملت العسل كوبايتين من السكر، كوبايتين ميه، رشه فانيليا، عصره ليمونه. حاجه كده فاخر من الاخر بصراحه. بيبقى معاكم كل مقاديرك مظبوطه مظبوطه 100%. وزي ما قلت لكم ما تخليش القشطه مسكره قوي، يعني تحط كوبايه سكر صغيره علشان لسه انت بتسقي بالعسل، والعسل بيبقى مسكر قوي. كده بقى هضيف السمنه في كل الجوانب كده وفي النص زي ما انتوا شايفين، وخلاص وادخلها في الفرن. كده بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوزع السمنه في كل حته. والسمنه البلدي دي بتخلي الصواني بتاعه الحلويات بالذات طعم تاني وشكل تاني خالص. ايه رايكم بقى في الجمال؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، يكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم.